اتمنى سان داونز بصراحه عشان خسرتنا 5 وكنت بتمنى نقابلها في النهائي. لو كان سان داونز كسب وواصل النهائي كان ممكن اديله 60 40 لصالح السان داونز، بما ان الاهلي والوداد 50 50 عشان ما نضحكش على نفسنا. لا ما فيش ضغط ولا حاجه، ان شاء الله هنلعب بقوه وان شاء الله هنكسب هنا كويس قوي وهنستريح، وهنروح هناك نعمل درو معاهم ونعمل ماتش كويس جدا في الوداد. المغرب برضو المغرب بدأ بلدنا الثانيه وبيستقبلونا كويس وما فيش اي منافسه بينه وبينه. الاهلي بيلعب على البطوله من اول ماتش فاهمني، فالاهلي ان شاء الله هيكسب وهيتوجه ببطوله افريقيا ان شاء الله. كانت مفاجاه بصراحه، كنا عايزين سان داونز عشان نرد الهزيمه بتاعت 5-2 بس مش مشكله برضه الوداد برضه لنا حساب معاه وهنرده على طول. بصراحه كانت يعني كنا بنتمنى فوز سان داونز وتوقعنا فوز سان داونز، بس الحمد لله يعني برضه احنا لينا طار عند الوداد من السنه اللي فاتت ومن 2017 خدوا مننا نهائيين، فيعني الحمد لله ان هم جات لنا فرصه ثانيه ان احنا نسقر ان شاء الله في النهائي السنه دي باذن الله. هو لو الجماهير ملت الاستاد هتبقى في ماتش الذهاب هنا اعتقد ان الاهلي هيخلص البطوله من ماتش الذهاب كنتيجه. يعني لازم الاهلي يضغط في ماتش الذهاب ده عشان ماتش الاياب هيكون صعب جدا، لان جماهير الوداد جماهير صعبه وجماهير يعني اللي بتعمل ضغط وبتكسب بتعمل ضغط نفسي على اللعيبه، فاحنا المفروض هنا عامل الارض وعامل الجمهور فايه، والوداد مش افضل حالته كمان.